طيب بعد السرطان ايه الاسد؟ الاسد بقى. الاسد خطر. الست خطر. الاسد دي بقى ملكه، يعني دي ملكه الغابه. فهي طبعا بما انها ملكه فهي جايبه للدنيا امراء، ولادها دول امراء يعني احسن حاجه في الدنيا. هي دايما عندها احساس ان ولادها هم يعني جابت للدنيا معجزه. يعني يعني في معجزه حصلت. فدايما بتدي لاولادها، هو حلو في ايه الحته دي، انها بتدي لاولادها ثقه في نفسهم، بتديهم احساس بالقوه والاصرار انهم يوصلوا، لان هي عندها اصرار فظيع. يعني تفضل ورا الحاجه لغايه ما توصل لها، وبتعلم ولادها كده يفضلوا ورا هدفهم لما يوصلوا له، بتقويهم. حلو. فدي حاجه اشوف انها حاجه كويسه. وبتغير على اولادها برضو اكيد، ويعني نفس، بس هي دي سمه عامه اعتقد. هي مسيطره، بس هي مسيطره بذكاء جدا. مرأة لا مرأة الاسد تالي ذكيه جدا جدا، وقلبتها وحشه. وبعدين كريم النهارده قال لي حاجه، قال لي حد من صحابه قال له ان انا برج، انا مش عقرب، انا حمل. انا مش عارف مش عارف ليه شكلك عقرب، انا غلبانه جدا. والله العظيم ده انا غلبانه جدا. دي اغلب من كده بكتير. انت قلت له ايه عليا؟ لا والله عليا كل شكلها الاسد. والله غلبانه. طيب بعد الاسد ايه؟ بعد الاسد العذراء. العذراء بقى والشعر الابيض. العذراء دي دايما قلقانه على صحه الولاد. يعني هي الحاله الصحيه دايما بتبقى قلقاها. فبشوف انه مرأة او الام من برج العذراء هي صيدليه متنقله، هتلاقي دايما معاها الاعشاب والادويه، اي احساس باي عرض هتلاقي عندها الدواء على طول. يا فتايه يعني. قولوا كده. حاجه تانية ان هي مثقفه جدا، بتحب القرايه. فهتعلم ولادها، يعني دايما هتلاقيها مهتمه بانها تعلم ولادها القرايه، تعلم ولادها الاطلاع، مجتهده فتعلم ولادها الاجتهاد. فيعني نقدر نقول لطيفه معديه.